صباح الفل يا صديقي. النهارده تاني يوم ليا في دهب مع اصحابي. هعيشك معايا بقى احداث السفريه لغايه لما نرجع للقاهره تاني، من اول ما نروح شاطئ اللاجون ونجرب الكاياكينج في بحر دهب، وهنجرب مطاعم اكتر زي مطعم اسيوي ومطعم ايطالي ومطعم بيقدم مأكولات بحريه، وهنقعد في كافيهات اكتر في الممشى السياحي، وهنروح نعمل انشطه اكتر زي ركوب العجل. كل ده بياخدنا لغايه لما نركب الباص اللي هيرجعنا تاني للقاهره من ده. خليك معانا يا صديقي عشان ما تفوتش الاحداث الممتعه للسفريه دي. واول حاجه عملناها في يومنا وهي ان احنا اتحركنا على شاطئ اللاجونه من صباحيه ربنا من بدري، من الساعه 6 الصبح تقريبا. وهي اصلا البلد هنا حتى للي جاي عايز يفسد دماغه هي مصحة. اللي يجي مثلا حالته النفسيه مش مظبطه، خارج من علاقه مش مبسوط، لا هو هيجي يعيش، هيفصل عن الدنيا كلها. يعني مثلا عايز اروح اللاجونه دي من اكتر الاماكن كاهل البلد بنحب نفصل فيها. البحر، الجبال في ظهر البحر، انت قاعد في رمله بفرشه، ناس بتديك شاي، ناس بتحاول تسعدك. سيبك بقى من البشر. مكان قسما بالله خرافي. ميه، شمس، عجبان. لو انت من بره مصر، من السعوديه، من امريكا، من اي حته، دهب احسن مكان ممكن تصيف فيه على فكره. في نفس الوقت الاسعار اعتقد ان هي اقتصاديه جدا. حابب افكرك يا صديقي المشاهد ان مهم جدا الواحد من حين لاخر ان هو يجي يفصل في حته هتكون كلها طبيعه، يريح، يعمل ريكفري لنفسه، لان هي دي الحاجات اللي بتخلي الواحد ينتج اكتر. الإنسان لأول مرة بيتفتح بالمشرط وأشوف جوه إيه القلب والمخ والأعصاب والأوردة والشرايين والأجهزة اللي بتشتغل. إيه ده؟ هل هو ده البني آدم؟ الأجازة بقى بين السنتين دول اشتريت نص بني آدم ب60 قرش ياميها. عم فهمي كان بيبيع البني آدمين دول بعد ما يهووهم ويحنطوهم في الفورمالين وبتاع ويتحقنوا وحاجات بالشكل ده. أنا اشتريت دماغ، مخ يعني، قصدي مخ ده ب20 قرش كان ياميها. واستغربت جدا لما لقيت الكائن البحري ده هناك، مش عارف ده نجم البحر ولا اخطبوط ولا ايه يعني. لو حد عنده فكره اكتب لي في الكومنتس والنبي يا جماعه. اول ما صحينا من النوم كنا ميتين من الجوع، فقلنا نروح نجرب مطعم جديد. فروحنا جربنا مطعم بيقدم اكل اسيوي، بس مش كلنا قوي يعني، لان في اتنين من صحابنا كانوا عايزين ياكلوا مأكولات بحريه، فراحوا كلوا مطعم بيقدم مأكولات بحريه، وانا وجوزي رحنا ناكل اكل اسيوي. ده المفروض ان هو تشيكن ويز كاجو نوت. ده ثمنه 220 جنيه. شويه فراخ على مكسرات على خضار عليها صوص معين بطريقه معينه، طعمها سويت شويه، رايحه ناحيه السكر شويه بس مش قوي يعني. بينزل معاهم بولة الرز. جبنه برده مشروم ده ب 195. ده اللي هو معجون ابو كوكو. بالنسبه للطلب اللي انا جبته، انا اساسا ما بحبش الاكل الاسيوي قوي عشان بيبقى مسكر جامد، يعني بحس ان انا باكل كميه بهارات. عارف انت كده تحس بعدين ان انت لما تيجي مثلا تخلص اكل وبتاع وتتحرك تحس ان انت اكلت اكله تقيله على معدتك في الهضم. حاسس لا، التوابل هنا اقل بكتير، السكر برده مش مسكر قوي، حاسس ان هو خفيف. ده بالنسبه للي عندي. لو هجيبه تاني هجيبه. رودز بقى عنده مشروم وخضار. طب ايه رايك في الاكل يعني تجيبه تاني؟ خفيف كده مش تقيل. احنا هنا الشارع اللي احنا فيه ده تقريبا على اول الممشى، شارع غرقان كميه مطاعم، تحس ان انت لفيت مثلا حوالين العالم. في ورا مطعم اكل ايطالي بيعمل باستا ايطالي وبيتزا ايطالي. فالشارع فيه كميه دول تقدم المطابخ بتاعتها هنا. الصراحه لما تيجي دهب دايما جرب الحاجات الجديده دي. ممكن مثلا تجرب اكله تعجبك جدا تخليك اصلا تسافر للبلد دي مخصوص. مش كان انا عايز رز تاني. خد مني يا ابن قلبي، ما احنا مش عارف هنخلص الكلام ده ازاي، ممكن اكله حاف اساسا. تحفه يا جدعان، بس هي الصوص صايص شويه. ده كريم باستا كاليماري وفليه جمبري. صديقي المشاهد، لو عجبك اي حاجه اثناء سرد السفريه، طريقه التصوير، معلومه جديده كانت بالنسبه لك، حاسس ان انت استفدت اي حاجه، فيعني ما تنساش كده تروق على اخوك كده، يعني تدعمني بلايك حلو واشتراك حلو كده عشان نشوف محتوى اكتر بالشكل ده. وفلفل الوان ومكرونه اكيد وصوص. طعمها حلو، بس زي ما بقى خيال برضه حاسس الصوص مش ماسك نفسه كده، مش تقيل. ممكن تكون هي بتعمل كده، ما اعرفش الصراحه. اجيبه تاني، طعمه احسن من الاكل بتاع امبارح عامه. بعد الاكل اللي ضربناه كنا عايزين نحبس بكوبايه قهوه محترمه كده، فطلعنا على كافيه افري داي تاني، وبرضه لقيناه تاني مليان، كل الاماكن اللي على البحر مليانه، فطلعنا على كافيه كده قعدته على البحر برضه، قاعده فيه رايقه مع كوبايه شاي بحليب مع القمر، عليا النعمه في حته تانيه. حاجه من الحاجات اللي تعملها في دهب هي ان انت تأجر عجله. العجله رغم ان هي حاجه بسيطه قوي، بس بتخليك تتامل في اي مكان بسرعه جدا وتكتشف، وفي نفس الوقت رياضه. المفروض العجله اللي معايا دي عجله مستورده، الساعه فيها ب100 جنيه، في عجله يعني اقل شويه الساعه ب50، فهي مش فلوس بالنسبه اللي انت هتروح تصرفه هناك. كده احنا طلعنا من الممشى ونتجول في الشوارع نفسها بتاعت المدينه بالعجله، حيثما المقاهي والمحلات بتاعت الفول والاكل في دهب. صباح الفل يا جماعه، لتاني مره على البحر في شاطئ اللاجون تاني، حيثما الخرافيش والعصاير وكل حاجه، يعني يجعل صباحكم ورد يا عيال.
احنا ناس عايشين في البلد كلنا، البلد بتاعتنا كلنا، مش بتاع الجست ولا بتاعت ستاف ولا بتاعت الناس عايشه، احنا بنتكلم على ناس عايشه في البلد، اهل البلد. هي مش طالبين نظافه اكتر من انت زبالتك حطها في الباسكت، وانت في اللاجونه يا عم مش لازم ارمي ازازه الحاجه هنا والحاجه هنا. صح. اتبسط وعيش مودك الجميل، بس احنا بس بنستأذن تحطها في الباسكت. هتلاقي في كل 3 متر أيوة. باسكت زباله، صح. صندوق معمول بشكل لذيذ وشكل يليق بالبيئه والجو ده. اصل انت لما ترميها كده هيطير في البحر كيس البلاستيك ده، دمرت شعاب مرجانيه، دمرت سمك، دمرت البيئه اللي انت جاي بتتفرج عليها، دمرت اللي الاجنبي يجي لي. شايفين يا جدعان النضاره دي كنا مأجرينها 50 جنيه في اليوم. الحمد لله النضاره دي ضاعت ودفعنا 250 جنيه ثمنها للاسف، وحابب انوه ان صاحبنا يوسف هو اللي ضيعها. وفي اليوم ده لقينا واحد قاعد بشويه مراكب على الشط، اجرنا منه مركب، خدنا منه النص ساعه ب 200 جنيه. المراكب دي اللي هي بتاعت الكاياكينج، هتلاقيها في القاهره في الزمالك وفي الحتت دي. فصراحه كانت تجربه حلوه وكسرت الملل بتاع اليوم يعني. بعد كده صحينا على الساعه 5 المغرب كده، وكان في مطعم ايطالي كنا كل ما نيجي نروح الممشى يقابلنا في السكه نلاقيه عامل شويه اكل مختلف كده، مكرونات وبيتزا وبتاع. فقلنا نجربه اليوم ده بقى عشان كان اخر يوم لينا في السفريه، فقلنا ضيع ما في الجيب ياتي كمان في الغيب، معروفه يعني. مش عارف، بص كده جوز بيتزا سلامي كما لم تراها من قبل. بص انا عندي بالنسبه لي حته البيتزا كلها في السبعيه دي، في البوزه دي. البيتزا اللي في ايدي دي بيتزا سلامي ثمنها 235 جنيه. لا حلو والله. مثلا اكتر حاجه لاحظتها يعني انا باكل اكتر المكونات اللي على البيتزا مش العجينه. دايما لما بتاكل في مطاعم تحس ان انت بتاكل عجينه اكتر، العجينه طاغيه على كل الحاجات اللي فوق البيتزا. هنا انا حاسس ان انا باكل حاجات اكتر، يعني عجينه رفيعه جدا زي ما انتم شايفين كده. الحوار ده عجبني الصراحه. لو انا كده معاك اتفضل يا باشا، خد اي واحده. ايوه بلاش دكه، عايزين واحده من القطع والطير دي. ابعتها له ابن قلبي. يعني انا لسه في نص التصوير شفت ان انا بقى قدامي نص بيتزا مش بيتزا، الحمد لله. دي من عندك انت؟ طبعا اتبرعنا بنص البيتزا بتاعتنا لاجل ان احنا نجيب واحده تشيكن رانش، واحده اناناس وفراخ، مش عارف بصراحه اسمها. ودي اسمها هواين وثمنها 265 جنيه. دي الصراحه اللي انا نفسي اجربها جدا، فراخ واناناس. ما اعرفش الميكس ده يبقى شكله عامل ازاي. حاسس ان هو كده ايه، نزلني البحر وطلعنا اتغدى، انت فاهم يعني، شويه طري وشويه حدق. هو ميكس مش مألوف يعني هو مش متعودين عليه كتير عندنا مثلا في مصر، او ان انت اكلت حته فراخ ومعاها حته اناناس مسكره، بس جديد حلو يعني حسيت حته الاناناس كده ايه، طرت كده شويه كانك شربت شويه ميه في نص الاكل او شويه عصير. اخر واحده معانا وهي التوب سيلر في عالم البيتز، وهي التشيكن رانش. اول حاجه في التشيكن رانش فصوص الرانش يعني ماسك نفسه قوي، سيبه شويه ممكن ينشف، تحس ان هو بقى شبه مثلا جبنه، او على عكس مثلا في حته ثانيه بقى قطره شويه. انا بفضل ايه الصراحه، انا بفضل اللي هو خفيف شويه ده، بس في نفس الوقت ممكن تكون ايه ثقافات واذواق، فانا ما اعرفش هل في ايطاليا بيعملوها كده بالظبط ولا ايه، مش عارف، بس هي جميله. وبعد الاكل اخيرا وبعد طول انتظار قدرنا نقعد في الكافيه اللي هو اسمه افري داي ده، وقعدنا كمان فوق الروف على البحر على طول. الصراحه اتصدمت ان احنا قدرنا نوصل لحاجه زي كده. بعد كده نمنا، صحينا خدنا باص من جو باص كنا حاجزينه من اليوم اللي قبليها، خدناه على الظهر كده. وتجربه السفر المره دي كانت احسن بكتير لان حجزنا الكراسي ورا السواق وفي الممر بتاع العربيه، التكييف كان واصل والقعده كانت مريحه اكتر. حبيت برضه اقول كده على اوضح الوحش كان فين والحلو كان فين، على اساس ايه لو حد هيسافر تاني يبقى عارف يعمل ايه بالظبط. لو وصلت الجزء ده من السفريه فبجد اشكرك جدا انك فضلت مكمل معانا وفضلت متابع الفيديو، ولو الفيديو عجبك طبعا سوي لايك وسبسكرايب. وسلام يا صديقي، وان شاء الله اشوفك في سفريه قريبه.